حضرة الشيخ سعيد الدكان، اكشف المستور من ورا البحور وعندي حساسية في صدري من البخور. اموريني يا ست اموريني. 10 سنين متجوزني والعمر دخل عليا بهدية. اتصرف لي بسرعة في الحكاية دي. عايزة جوزك يجيب هدية؟ لا حضرتك كده عايزة يا أسامة منير يا سوق.com، أنا ماليش فيه. نيكست. ليه؟ صبرك عليا، هو أنت مش دجال ولا إيه؟ لا بمعنى؟ يعني فك عمل، تعمل عمل، تحضر عفريت نعمل حاجة. اتصرف. نعمل شوية شغل خاطئ يا حمو. لا حضرتك ده العفريت الشخصي بتاعي، بس احنا خدنا على بعض فبنخش في الشغل على طول من غير بقى دخنة ورعشة والحاجات دي. أصل أنا كمان الحاجات دي بتخليني أشوف حاجات وحشة بالليل يعني. حمو يا سعيد عندي حوار مع جنية، هخلصه واجيلك. قفلت ياض العمل السفلي بتاع مدام سحر اللي في العاشر؟ قفلته. طب وقلب الحبيب بتاع الدكتورة منى؟ بقول لك ايه، هي زعلت مننا المرة اللي فاتت لأن القلب ما كانش طازة. ماشي، الست دي جوزها ما بيجيبش هدايا. هنعوز شوية معلومات، جمعها لي على السريع وابعتها لي. انجز يا حمو. بعت لك كل المعلومات على الواتس، افتح العصاية واستقبل. افتح لك فوتو ستوب. اتكل على الله انت. ازاي بيجي ما بيجيبش هدايا؟ النبي ما بيجي. لا ده جايب هدية اهو. مش انت هياتي التتر اللي شغالة في كباريه الإخلاص؟ هيك؟ ترتر، ودول مين دول كمان؟ لا يبقى ده اسمك على ترو كولر بقى، بيغيريه مش مشكلة. لا ايه ده انا عندي كمان جايب لرشا وعليان وفي نشوة طويلة جدا. ده في روي كمان، ده كلب ده. كلب الخسيس الرمة يجيب هدية للرقاصة وما يجيبليش؟ حاضر. هي دي مشكلتك، انا بقول لحضرتك ده جاب لي كلب وما جابلكيش. انت متخيلة؟ متخيلة. انت حضرتك تطلعي من هنا على ريهام سعيد، احنا هنا برنامج كوميدي، ده اخرنا. يلا اتكلي على الله. يلا خد الحساب من المدام يا حمو. هنخش بقى في خيانة زوجية وكلاب وبتاع، احنا ناقصين. اقعد يا هشام يا حمو. ايه ده؟ انت عرفت منين؟ لا ما حضرتك انا دجال، يعني دي شغلتي. ايه مشكلتك يا هشام مع الهدايا؟ دي كمان عرفتها ازاي؟ يا حبيبي انت اصحابك على الفيسبوك عارفين معظم معلوماتك، مش عايزني انا اعرف. انا دجال. شوف انا ايه حكايتي مع الهدايا النهارده؟ اخلص، ايه حكايتك مع الهدايا؟ ما بعرفش، كل ما بجيب هديه لمراتي ما بتعجبهاش. عشان تجيب هديه الست لازم تتعب نفسك، مش اول ما تلاقي في وشك دبدوب تقوم تجيبه. اكيد هترميه في وشك، مش رميته في وشك. وما تجيبلهاش كمان خلاط 5 سرعات، لان كده يبقى انت مش عايز تسعدها، انت كده بتبقى عايز جوافه باللبن. اتعب نفسك حبيبي، اتعب نفسك شويه. عملت كده وعصرت دماغي وحوشت وجبت لها حاجه سبيشال، حاجه هي بتحبها قوي وكانت غاليه قوي 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 وبرضه مش عاجب. ايه ده؟ جبت لها ايه؟ جبت لها انت المفروض ان انت دجال، يعني انت المفروض تعرف انا جبت ايه. لا ما انا مش هركز بقى في الحاجات التافهه الصغيره دي، اخلص. جبت لها علبه الوان 260 لون. 260 لون؟ يا حبيبي انت متجوز واحده التانيه تاني يا حبيبي. انك تجيب هديه للستات ده علم قديم وبحر ملوش قرار. ما ينفعش تجيب هديه للست تحسسها انها وحشه ولا كبيره ولا تخينه ولا حتى عاديه. الستات يا ابني انت بمنظرك ده هتشلني كده، مش هتعمل حاجه خالص. بقول لك ايه، انا هعمل لك عمل خليها تحبك وتحب اي هديه انت تجيبها لها وخلاص. يلا. ازاي؟ لا يعني اعمل ايه؟ يعني اجيب عفريت يحلف على المصحف عشان تصدق ان انا دجال ويتحرق العفريت خالص بقى وابقى خسرت الصنايعيه بتوعي، ولا اولع في المكان ده كله واروح ابات في شقه المانيال عشان تصدق اني دجال؟ يا اخي دجال. طيب خلاص، والله انا خلاص اقتنعت ان حضرتك دجال. قول لي بقى طلبات حضرتك ايه عشان نعمل العمل؟ هنعوز جل شعري لولا حبه، وهنعوز سمارت فون سيد ده عفريت شغال معانا هنا، ولد غلبان. هو مش المفروض الطلبات بتاعت حضرتك بتبقى عرف ليك ركب نمل او وراك فراخ؟ لا ما حضرتك مش داخل عند فرارجي، لا الكلام ده كلام قديم. العفاريت دلوقتي بقوا حاجه تانيه خالص. اكتب بقيه الطلبات، ركز. هنعوز اكس بوكس لعصام العفريت لان معظم شغله في المصباح ما بيطلعش بره فبيزهق، و10000 جنيه لنجوى. نجوى مين؟ دي عفريته معانا برضه،
بس ما بيعجبهاش اي حاجه فبديها فلوس وهي تشتري اللي هي عايزاها. قصدك يا سعيد؟ قصدك اني بتاعت فلوس؟ دي النيله ما قصديش حاجه يا ستي. يعني انت قصدك ان انا ما بيعجبنيش العجب؟ انت كمان مش عارف تجيب هديه. بس يا بابا بقول لك ايه، انصرف، انسى مصلحتك مقضيه، مصلحه المقضيه سيبني باللي انا فيه، انصرف. سلام عليكم. يعني انت قصدك ان انا ما بيعجبنيش حاجه؟ ده كان يوم اسود يوم ما حضرتك يا نجوى، يا حبيبتي انا ما اعرفش ايه اللي بيعجبك ولا ايه اللي بيريحك، ده كل العفاريت بترضى بقليلها، رقبه كتكوت، رجل نمله، اي حاجه وخلاص، لكن انت مش موقف فظيعه فظيعه. بتعرف تجيب لعفاريت الارض كلها كل حاجه وتيجي عندي وتعطل. انا دجال بس مش بابا نويل. افهم ازاي الهدايا اللي بتعجبك واللي انت بتحبيها، اعمل فيكي ايه؟ يعني اولع في نفسي، اضرب الوضع عشان افهمك، ولا اسخط لك نفسي هديه عشان ترتاحي يا نجوى؟ طب يا نجوى انا اسخط نفسي هديه عشان ترتاحي يا نجوى. يعني يوم ما تسخط نفسك لدبدوب ايه الاستسهال ده؟ رجاله ما عندهاش تمييز.